2024 يأتي الصوم الكبير للمسيحيين هذا العام مع بداية شهر رمضان الكريم. فأبناء الوطن الواحد بكل أطيافه يصومون معا هذه السنة. من الصوم ألا يمتنع الإنسان عن الطعام فحسب، بل أنه يبتعد عن الشر ويسلك في طريق الخير، ويصوم قلبه عن أفكار الشر والحقد والكراهية والنميمة. إذا كان الأمر يمثل عملة واحدة لها وجهان: أحدهما يمثل تذكار صوم رمضان المعظم الذي ينتهي إن شاء الله الثلاثاء 9 أبريل، يعقبها أيام العيد. أما الوجه الثاني العملة الموحدة المشتركة فيبدأ الصوم أيضا، وهو الصوم الكبير ومدته 55 يوما، ويستمر إلى الأحد 5 مايو، ونحتفل معا يوم 6 مايو بشم النسيم العيد المصري للكل، لتكون عملة واحدة موحدة لها طعم مصري ومذاق مصري خاص ومحبب وجميل. تقبلوا مني تهنئة الصوم المبارك، وبارك الله في بلادنا الحبيبة وحفظها في سلام. لكن يأتي رمضان هذا العام وهناك أشقاء لنا يواجهون تحديات صعبة وظروف قاسية، ما بين الحرب والجوع والكوارث هناك في غزة. يأتي رمضان والصوم الكبير وحشود الأعداء تحاصر هذا الوطن وتقتل الأطفال وتستبيح الظلمات وتلوث الأرض. يأتي رمضان وأشباح الكراهية تطارد هذا الشعب، المجاعات، الكوارث. نصلي إلى الله أن يعيد الأمن إلى غزة، وأن يعيد الرحمة إلى قلوبنا، وأن يعيننا على أنفسنا، لأنه ما أقصى أن يحل شهر 2012 أردت أن أذكر هذا الاسم المحبوب لدى كل المصريين في مثل هذا اليوم 17 مارس 2012. وادعت مصر بل والعالم كله هذا الرجل الوطني المصري إلى النخاع، عاشق تراب مصر، صاحب المقولة الشهيرة: مصر ليست وطنا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا. فمن يكون إلا البابا شنودة السادس رحمه الله، الذي نذكره دائما بالخير وبحب مصر والمصريين، الذي رفع رأس مصر عاليا. أقدم التهنئة القلبية للأزهر الشريف بعيده السعيد، ولكل من ينتمي لهذه المؤسسة الوطنية العريقة، معمل الرجال المخلصين لدينهم ووطنهم. كنت أطالع كثيرا فوجدت أن قداسة البابا شنودة السادس رحمه الله قد ألقى خطبة طيبة في دمشق حضرها أكثر من 20,000 شخص هناك. مؤسسة الأزهر هي مؤسسة مصرية عريقة تعلم أبنائها الإسلام الوسطي، والوسطية هي خلق من الأخلاق التي دعت إليها جميع الأديان، فجاءت في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية خلقا ومنهجا مطلوب في كل تصرفات الإنسان. وجاءت في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وردت آيات كثيرة في الكتاب المقدس تدعو إلى التوسط في الأمور وعدم الغلو، ومنها: لكل من هو بينكم أن لا يرتئي فوق ما ينبغي